اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يلا بقى نبدأ فيديو جديد. الساعة دلوقتي كانت 2 الظهر. والله ما كنت عارفة اعمل اكل ايه، بس حسيت الجو كده فيه لسعة برد. فطبعا انا بعشق المخبوزات وبالذات في الشتاء، فقلت اعمل اي مخبوزات. فقلت انا كنت جايبة عندي حاجة البيتزا، فقلت يلا نقضيها بيتزا، وكمان بنتي كانت طالباها. جبت هنا 2 كيلو دقيق جميع الاغراض، ولازم عندنا نوع دقيق يكون حلو علشان العجينة تطلع مظبوطة معانا. عندي هنا كيسين خميرة فورية. انا بحب الخميرة الفورية لانها بتنجز معايا. وهنعمل بقى اختبار للخميرة بتاعتنا عشان ما تبوظش العجينة كلها. هنحط عليها شوية سكر، معلقة معلقتين زي ما انت عايزة، وبعد كده نحط شوية مية وهنقلبها كويس، وهنسيبها بقى لحد ما تبتدي تعلى، عبال ما احنا نخلص باقي العجينة بتاعتنا. انا طبعا كنت بعمل بسرعة جدا قبل ما الولاد يجوا من الحضانة، لاني مش قادرة اقول لكم بقى لو جم ايه اللي هيحصل. ربنا يا رب يهديهم ويبارك فيهم، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، ويراضي قلب كل محروم، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هنا بقى نحط المكونات الجافة كلها على الدقيق. هنحط 4 معالق سكر على 2 كيلو، وهنحط معلقتين كبار لبن بودر. مش قادرة اقول لكم اللبن البودر بيعمل ايه في العجينة، فعلا بيخلي ريحتها حلوة جدا وبيطريها جدا. وهنحط شعرة بيكنج باودر صغيرة جدا. انا عاملة هنا كمية، انا يوم ما بعمل بيتزا بعمل كمية بكتر شوية، واللي بيتبقى مني بحتفظ بيه في الفريزر وبيطلع حلو جدا. بطلعه بس جاهز على التسخين. البيتزا بتبقى عندنا مطلب جماهيري، مفيش حد ما بيحبهاش عندنا، والطريقة دي بصراحة هتطلع معاك البيتزا احلى من اي مطعم، والبيتزا كمان هتطلع معاكي هشة وطرية جدا. وهنا نزلت بقى على المقادير بمعلقتين زعتر. ده زعتر مطحون ومحطوط عليه سمسم وكده، كنا جايبينه من مطروح، حلو قوي بصراحة. هنقلب بقى المقادير الجافة كلها مع بعض، وبعد كده هنزل بالسوائل. احنا هنحط على 2 كيلو دقيق، هنحط عليهم 2 كوباية زبادي، اي نوع زبادي عندك بقى. كيلو دقيق بياخد 1 كوباية. الزبادي برضو من الحاجات اللي بتطريها جدا وبتخلي ريحتها حلوة. الطريقة دي اعتمدوها في البيتزا وهتدعولي بجد. هننزل بقى بالكوباية التانية، وبعد كده هنقلبهم وننزل بالزيت. كيلو الدقيق بياخد 1/4 كوباية زيت، يعني انا حطيت على 2 كيلو نص كوباية زيت. وياريت يكون زيت حلو، يعني يا اما زيت زيتون يا اما زيت ذرة. زيت التموين عموما مش بستخف في المعجنات خالص، تحسوه بيدي طعم مختلف كده للحاجة. هنا بقى نزلنا بالزيت، وهنقلب المقادير كلها كده مع بعض، ونخلي كله يتجانس بقى. قلبي بقى من فوق لتحت ومن تحت لفوق، خلي كله يتجانس مع بعض. وكده هنروح نشوف بقى الخميرة، شايفين عملت فوم ازاي؟ كده تبقى هي شغالة معانا. لازم نعمل الخطوة دي ضروري جدا علشان ما نتعبش على الفاضي والعجينة كلها تبوظ معانا. وانتوا طبعا عارفين ان الحاجة دلوقتي بقت مكلفة، وربنا يعين كل واحد على شيلته، ويحسن ما بين ايديكوا جميعا يا رب. هنا بقى هننزل بالمية. انا بحب استخدم في العجن مية مش لبن، بالذات في البيتزا. انا بحط على الكيلو الدقيق 2 كوباية مية، يعني 2 كيلو دقيق اخدوا معايا 4 كوبايات مية. وطبعا هو في الاول وفي الاخر على حسب نوع الدقيق. هنا شايفين العجينة عاملة ازاي؟ كانت طرية جدا وناعمة. وحطيت شوية زيت
انا استخدمت هنا زيت زيتون برضو، بنغلف بيها العجينة علشان ما تلزقش لما تيجي تخمر. ودي بقى الحشوة، انتوا بتحطوا الحشوة اللي انتوا عايزينها بالفراخ، باللحوم، بالجبن، اللي انتوا عايزينه، وهي بتمشي بأي حاجة. هنا انا قطعت طماطم وفلفل وزيتون، وهعمل بيتزا بالجبن وهعمل بيتزا بالسجق. واستخدمت هنا الجبن موتزاريلا الحمد. جبن الحمد عموما بتدي مطة حلوة معايا قوي وطعم حلو. استخدمت موتزاريلا الحمد وميكس الحمد. الميكس ده عبارة عن رومي وعن شيدر وموتزاريلا معاه برضو. وقطعت هنا جبن مثلثات، بتبقى حلوة قوي في البيتزا الجبن. السجق بتاعنا هنشوحه، هنحط شوية زيت صغيرين في الطاسة، وهننزل بالسجق لحد ما يتشوح. وبعد كده بنقطعه. هنا انا مقطعه قطع صغيرة. هنا بقى انا كنت بدوق السجق ده بلدي تحفة، كان طعمه حلو قوي. هنا بقى الصلصة، انا ما عملتهاش معاكم هنا لان انا كنت مجهزاها. هنا بقى العجينة كانت ضاعف حجمها، كانت اختمرت. شايفين بقى الحركة دي؟ والله احلى عجينة بيتزا ممكن تجربوها. هنا بقى هبدأ ان انا اقسمها. طبعا هي ما كانتش اختمرت قوي لاني انا سبتها نص ساعة بس. وبعد بقى ما اقطعها على قد الصواني اللي انا هستخدم فيها، هسيبها بقى تختمر. هنا بقى انا كنت بقسم على قد الصواني وعلى قد الكميات اللي انا هعملها. ال2 كيلو هيعملوا معايا كمية محترمة. دي التالتة. طبعا كلهم مش احجام متساوية، انا بعمل على قد الصواني اللي انا هستخدم فيها بس. وهنعمل كمان شوية ميني بيتزا. وبعد ما نخلص بقى هنغطيهم عشان الوش ما ينشفش مننا. عبال ما نجهز الصواني، هنجيب الصواني بتاعتنا وهندهنها دهنة بسيطة من الزيت عشان برضو العجينة ما تلزقش فيها. وكل الصواني اللي عندنا هندهنها بالزيت بنفس الطريقة. بصوا بقى هنا بعد ما ارتاحت العجينة شوية، بتتفرد معايا زي ما انا عايزة. شايفين؟ مجرد ما بضغط عليها بس والله باللمس بتتفرد. العجينة طرية وناعمة جدا. لا اله الا الله. هفرد بقى العجينة في كل الصواني وهسيبها ترتاح برضو شوية قبل ما ادخلها الفرن وقبل ما احط عليها الحشو. وهعمل بقى شوية ميني بيتزا، كورها كور صغيرة واسيبها برضو ترتاح تاني. العجينة ناعمة جدا معايا. انا بعمل الميني بيتزا دي لللانش بوكس، بتريحني بصراحة. وبعمل الكمية اللي بتطلع ممكن اسويها واحطها في اكياس وعلى الفريزر. بحطها صبحة واول ما بطلعها بحطها على الرخامة بس تفك وبتبقى حلو. ولو مستعجلة عليها بقى بدخلها الميكرويف وتطلع كأنها لسه معمولة. انا هعمل بقى صاج بالجبنة وصاج بالسجق. هنا بقى خلاص قربت اخلص الكمية واحطها في الصاج. هنا كانت الكمية كلها في صاج واحد، هقسمها بقى على صاجين عشان ما تلزقش في بعضها.
خلاص بقى اخدت البيتزا هشتغل فيها. دي كانت اول صينية عملتها، فهبدأ ان انا اشتغل فيها. بخرمها الاول بالطريقة دي عشان ما تنفش قوي في الفرن، لان برضو عليها بيكنج باودر. هي نسبة بسيطة جدا بس برضو هتنفش فيها. وهنا بقى بحط الصلصة. الصلصة دي ليها كذا طريقة ممكن تعمل بيها. هي دي مش صلصة بيتزا بصراحة، هي كانت صلصة عندي، كنت عاملة طبخة وكده فكانت متبقية منها. اي صلصة ممكن تستخدموها، بس اهم حاجة التوابل اللي تحط عليها: توم باودر وبصل باودر، فلفل اسمر، زعتر. تاني: توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر، زعتر، وحتة تومة مفرومة صغيرة بتودي البيتزا في مكان تاني. صلصة البيتزا الأساسية بقى: بجيب الطماطم مع التوم واحط عليهم شوية مية واسيبهم يغلوا كام غلوة، وبعد كده باخد الطماطم مع التوم بضربهم في الخلاط، وبعد كده بصفيهم واسيبهم بقى يغلوا كتير بقى مع بعض لحد ما بتتسبك، وبعد كده بحط عليها التوم البودر والبصل البودر والفلفل الأسمر وشوية ملح وشوية زعتر صغيرين. والطماطم اللي انا مقطعاها على البيتزا انا شايله القلب بتاعها، لازم نشيل القلب بتاعها لانه هيعجن معانا البيتزا. هنا بقى بدأت ان انا اعمل اول صينيه. حطيت الطماطم والفلفل واي حشوه عندك استخدميها. هنا رصيت بقى السجق وهحط الزيتون، وبعد الزيتون هنحط الجبن. كتري بقى من الجبن على قد ما تقدري. هنا هستخدم في الصينيه دي موتزاريلا بس، مش هستخدم مشكل. النوع الوحيد اللي جربته وعجبني. جربت كتير قوي بصراحة ما عجبنيش. واسمع برضو عن موتزاريلا فريش حلوة بس ما جربتهاش، ما عندناش حد هنا بيبيعها تقريبا. كتروا بقى الجبنة على قد ما تقدروا. على فكرة لو حسبتي تكلفتها اللي انتي عاملاها جبنة والجبنة غالية والسجق مش عارفة ايه، بس والله لو حسبتي تكلفتها هتلاقيها اوفر من بره كتير. غير بقى طبعا انها حاجة نضيفة انتي عاملاها في البيت. مش عارفة بره هما مستخدمين ايه، مش عارفة هو العامل عامل ازاي اصلا، اللي عامل البيتزا ذات نفسها كان واقف شكله ايه. انتي عاملة حاجة مضمونة على ايدك وعارفة انتي عاملة ايه. هنا بقى كنت خلاص خلصتها. دي بقى بالجبنة، دي انا عملتها دي بالجبنة خالص. نعمل بقى مع بعض دي بالجبنة برضو. عايزة اقول لكم حاجة بقى كمان. صلوا يا جماعة، صلوا والله. هتلاقي ربنا بيفتح لكم 100,000 باب وباب وانتم مش عارفين البيبان دي بتتفتح ازاي. هتلاقوا ربنا بيكرمكم وبيرضيكم وبيوفقكم، وهيوقف لكم اللي يجبر بخاطركم، وهتحسوا براحة نفسية. ولو الدنيا كلها اتخلت عنكم، ربنا بس اللي هيكون جنبكم وعمره ما هيسيبكم، لان انتوا دايما فاكرينه ودايما اذكروا الله. وعليكم بالاستغفار، وقبل ما تعملوا اي حاجة سموا، ولو في ايديكوا ايه بالذي استغفروا. افضلوا طول ما انتوا واقفين استغفروا. قولوا لا حول ولا قوة الا بالله، قولوا لا اله الا الله، وربنا يرضينا ويرضى عننا جميعا. هنا بقى الميني بيتزا كانت ارتاحت شوية. شايفين بتتفرد حلو ازاي؟ كل ما هنسيب العجينة ترتاح كل ما تريحنا احنا. حلوة جدا في الفرد. كده بقى هشتغل فيها على طول. ده كان الصاج التاني، انا كنت قسمتهم على الصاجين. هنا بقى كنت خلاص بدأت احط الحشوة الاخيرة. عايزة اقول لكم ان الجبنة المثلثات بتبقى تحفة تحفة تحفة.
وبتبقى حلوة قوي في الفطير الشرقي برضو. اي حاجة فيها جبن بدخلها جبنة مثلثات، سواء جلاش سمبوسة اي حاجة فيها جبن. البيتزا اللي عليها حشوة زي السجق زي الجمبري زي الفراخ بحط لها موتزاريلا، ما بحطش مشكل جبن. انما البيتزا اللي من غير حشوة بحط مشكل جبن، خضار مع مشكل جبن. هنا بقى كانت الكمية كلها اللي انا عاملاها، ال2 كيلو عملوا الكمية دي كلها. خمس بيتزات وصاجين ميني بيتزا. هنا بقى هجيب الاسترتش ده. الاسترتش ده حلو قوي في ان احنا نحفظ بيه الحاجة في التلاجة. وهبتدي بقى اغلف الصواني وادخلها التلاجة. انا بدخلها التلاجة وبطلعها على طول ساعة الاكل اسخن، ادخل الفرن يعني اسوي في الفرن على طول، بس ساعة الاكل لاننا مش بناكلها غير سخن. هنا بقى اغلف باقي الكمية وادخلها التلاجة. من غير الاسترتش ده بقى هتلاقيها نشفت معاكو جدا. هنا بقى انا كنت دخلتها الفرن على درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص. شايفين السوا بتاعها عامل ازاي؟ وطرية وهشة جدا. طعمها تحفة يا جماعة والله. وشايفين منطقة الجبنة؟ جربوها بالطريقة دي وهتحبوها. شايفين انا بضغط عليها بترد تاني. ودي بقى صينية من الصواني، قلت اسويها بالمرة برضه عشان اوريها لكم. انا مش بحب احمر الوش بتاعها اكتر من كده. يلا بقى شجعوني بلايك للفيديو واشتراك للقناة.